صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. ما سألتش نفسك ليه بنقول الجملتين دول في تكبيرات العيد؟ تعال ما أقولك على الحكاية. زمان كان عدد المسلمين 1700 شخص تقريبا، والكفار اتجمعوا من كل قبيلة وكونوا مجموعة أحزاب وعملوا جيش من 12 ألف مقاتل، وقرروا يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة اللي كان عددهم بسيط جدا بالنسبة لهم في الوقت ده. وهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بخطة سيدنا سلمان الفارسي يحفروا الخندق، حفرة كبيرة عمقها 3 متر تقريبا وطوله 1500 متر وعرضه 6 متر في وقت قياسي أقل من 10 أيام والكفار يوصلوا. متخيل كمية المجهود الجبار بالعرض 6 متر علشان مفيش أي مقاتل من مقاتلين الكفار يقدر يتخطى الخندق ويعبر بفرسه ويهجم على المسلمين. طبعا الحالة النفسية عند المسلمين ما أقولكش، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لافف حوالين بطنه حجرين علشان يضغطوا على بطنه فيحس بالشبع من كتر ما كان جعان هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام. ومفيش مكان يخرجوا يجيبوا منه أكل، الكفار محوطينهم من كل اتجاه ومستنيين بس أي حد يخرج لهم علشان يقتلوه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيوصف حال المسلمين في القرآن وبيقول إيه: زاغت الأبصار، عينيكوا رايحة جاية على بعض، وبلغت القلوب الحناجر. من كتر ما دقات القلب كانت عالية من كتر الخوف، الواحد من المسلمين كان حاسس إنه بالع قلبه وقلبه جوه زوره من كتر ما كان خايف من هجوم الكفار عليهم. حسيتوا إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يتخلى عنكم وإن دي آخر الحكاية يا مسلمين. وهنا بدأت المعجزة. بعد الحصار الطويل والمعاناة ربنا أرسل الرياح وبدأت تقلع الخيام من جذورها وتخلي الخيول تهيج وصوتها يعلى والنار تنطفي من شدة الهوى والعواصف. وساعتها الكفار اللي عددهم أكتر من 12 ألف مقاتل قرروا ينسحبوا من الحصار وكل واحد يروح على بيته أحسن من المرمطة اللي هم فيها والبهدلة اللي شافوها. الرياح كانت الجندي المجهول اللي بسببها 1700 شخص بقوا أكتر من 2 مليار شخص دلوقتي. غزوة الخندق أو الأحزاب كانت غزوة من غير حرب، من غير معارك مباشرة بين المسلمين والكفار، ولكنها كانت بين الكفار وبين ربنا سبحانه وتعالى، وربنا انتصر سبحانه على كل شيء قدير. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرحة لا يتخيلها أحد، فرحة النصر والعزة والكرامة وبقاء الدين. ومن ساعتها بقينا نقول لا إله إلا الله، صدق وعده، وعدكم يا مسلمين ينصركم ونصركم، ونصر عبده، نصر رسوله على الأحزاب، وأعز جنده، رفع راية المسلمين وحفظهم من شر الهزيمة والانكسار، وهزم الأحزاب وحده. سبحانه بالرياح قدر يهزم جيش الكفار ويرجعهم مكسورين من مطرح ما جم. لا إله إلا الله. عيد جميل على كل مؤمن وموحد بالله. ربنا سبحانه وتعالى هينصرك بجنوده الخفية، ومهما كنت ضعفان وقليل الحيلة هيسندك ويدعمك ويرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. عيد سعيد وكل عام وانتم طيبين. السلام عليكم.